السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا. يوم جديد، حلقة جديدة داخل سلام. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها ونحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. النهارده إن شاء الله اللي احنا نتكلم فيه السلاكة والأيام الحر اللي احنا فيها. طيب، الأيام الحر اللي احنا فيها دي المفروض انت بتتعامل مع الحمام اي حاجه محلول جفاف. طيب، مفيش محلول جفاف، ممكن تشتغل اي حاجه اللي هي مكمل غذائي. محلول الجفاف برضه عشان تكون معانا، في اللي هي الاكياس اللي هي بتتباع، وفي اللي هي الفيتامين سي اللي هي الاقراص دي. ده بالنسبه لمحلول الجفاف، لان في عناصر يعني اللي هو الحمام او الطير بيفقدها، انت بتعوض باللي هو المحلول الجفاف او بتعوض بالفيتامين سي. طيب، دلوقتي انا عندي ديكال، الديكال ده مجموعه فيتامينات. عندي ديكال ب 12 اهو، دي برضو فيها عناصر فيتامينات وفي حديد وفي كالسيوم وفي حاجات كويسه. ببتدي ان انا دلوقتي مش محتاج ان انا ارفع الميه من بالليل على الحمام، اللي هي ساعه زمن. لو دخلت على الحمام غسلت المسا بميه نظيفه، لان انت هتلاقي اصلا ايه، المسا هي حاجات يعني اللي هي باقي في المسا، لا هتلاقيها ناشفه خالص، لا هتلاقي شويه ميه اللي هم في قاع المسا في الاخر. طيب، دي بتكون المسا اصلا الشمس ضاربه فيها، ولو مش الشمس واصله لها مع الحر وسخونيه الجو دي، هتلاقي المسقه يعتبر اكن تطلعها من الفرن بالظبط. فانت بتبتدي اللي انت بتغسل المسقه بتاعتك تمام، وبتبدا اللي انت بعد ما بتغسل المسق بتبدا اللي انت تحط ميه للحمام. دلوقتي احنا غسلنا المسق ما كملناش ساعه، اقسم بالله ما كملنا ساعه في الحوار اللي احنا عملناه. يا دوبك شطفنا المسق بتاعتنا وهنبتدي. خلصت السلكتين اللي فوق وابتدي دلوقتي اللي انا احط اللي هي الديكال ده في قلب الجردل بتاعي كده واقدمه للحمام بتاعه. هوريك الحمام بيخش يقبل على الميه ازاي. ده برده بيبقى كويس للحمام. واهم حاجه برضو الميه يا جدعان ما تبقاش ميه سخنه قدام الحمام. يعني لو انت مثلا بتملى ميه وراكنها على السطح عندك، فحاول ان انت تفطر الميه بتاعتك، يعني اللي هو مثلا بازازه تلج تحطها. ما تقدمش ميه سخنه للحمام وجوف الحمام سخن، ولا اللي هي مثلا ميه تلج من حنفيه من الثلاجه وتقدمها للحمام. هي برضو ايه، زي ما انا بقول لك، تحاول ترطب على الحمام بتاعك. طيب، ده بنحط اللي هو مثلا قيمه 3 سم على رتم الميه. ده انا شغال بالحب. الجردل ده تعال كده افرمه. ده 5 غطيان كده اهو، لمدة يومين ورا بعض كده هتلاقي الدنيا معاك ظبطت وزي الفل. وخلي الكلفة بتاعتك في المتأخر، يعني ما تخليش الكلفة بتاعتك في عز الشمس وفي عز الحر، لا، الكلفة بتاعتك حتى لو هتولع لهم لمبة بالليل ويكلفوا في الطراوة أحسن من اللي أنت هتحط لهم مية وتحط لهم أكل. هيملوا حصالتهم يعتبر ميه ومش هياكلوا. هتلاقي الحمام بيبتدي اللي هو يخس معاك، وبيبتدي لو كلف الاكل بيفضل في جوفه. وجاي لك برضه في النقطه دي. دولت طبعا احنا كنا عاملين اللي هم المستين اللي على الارض دولت. انا برضه والله كنت اصور ولا اي حاجه، بس حبينا برضه ان احنا نوصل للناس كده. واسبانيا يا جدعان والله حته عدم الفيديوهات دي، لان هو اليوم اصلا بيبقى مضغوط، هي مش مستحمله. انت بتيجي من الشغل عبال ما بتخدم الحمام وفي الحر وفي القصه دي، ما فيهوش وقت والله اليوم خالص. دلوقتي الشمس بيقولوا اللي مفطومين من قلب السلكه. بس اوريك لقطه كده ايه. ادي الحمام اهو، بص الزغاليل شكلها عامل ازاي. بص الزغاليل عامله ازاي. طبعا القص ده مفتوح. اوريك برضه منظر كده لما احنا نمسك الحمام ده كله. هتلاقي الحمام بقول لك ايه، كله على المسك. ادي القص الاولاني اهو، واضح معاك اهو. بص على اللي تحتيه.
هيخش دلوقتي يهبل على الميه. اهم حاجه اللي انت تعوض العناصر اللي هو الحمام بيفقدها من جسمه ده، بتعوضها له بقى ايه؟ شويه مكملات غذائيه، شويه فيتامينات، شويه محلول جفاف، كل ده بيبقى مفيد للحمام. بس تحتهم زغاليل المسا بتتملي للاخر. بص القص اللي تحتها هتلاقيه يخش على المسا. المسا مرفوعه ما كملتش ساعه. السودان حطيتهم نسبتين عشان بيشربوا اصلا ميه كتير. واعتبر اصلا الزغلول في الصيف ده بيتربى على الميه. حتى جثمان الزغلول ما بتلاقوش زي في الشتاء. هتلاقيه قبل على الميه. بص الزغلول، بص هو عامل ازاي، هو مش مشقوف ولا اي حاجه اهو. تحس الزغلول مبروم اصلا من قبل ما يتفتح اهو. غير مثلا في الشتاء، في الشتاء تلاقيه قالب طوب، في الشتاء تلاقيه قالب طوب. بص اهو، بص اهم حاجه شويه الميه، لسه الحمام ده ما اتكلفش. اهو ميه. بقول لك الزغلول بتاع الصيف ده يعتبر عايش على الميه. فانت اللي هي الحاجه اللي هي بتاسس الزغلول يعتبر في قلب الصيف، هو بيعتمد على الميه، بيعتمد على اللي هو الشرب. يعني زي اللي هو مثلا ايه، حاجات مرتبه عليك. يعني انت ممكن مثلا في عز الصيف نفسك ما تجيش للطبيخ، نفسك تبقى جاي في المرطبات، شويه بطيخ، شويه اناناس، الحاجات دي، شويه عنب، الحاجات دي كلها كده بتنتعش لما بتاكلها. الحمام بالظبط كده، الحمام بالظبط كده. ما تكبسش حصالته بفول، كل فول هتلاقي عمل لك كده اهو، والفول يفضل في حصالته يوم والتاني والتالت، خلاص يابا انت ما خدتش بالك اول يوم ولا تاني يوم، تالت يوم خده متجسس. يعني تالت يوم ما تنساش ان انت هتعالج، يعني مش هتستنى ان انت تعالجه، لا انت هتاخده اللي هو متجسس. فانا بقول لك خف حته البقوليات في قلب اللي هو الحمام في قلب الصيف، وخليك في اللي هو المرطبات. يعني برضه البسله البيضه دي من ضمن المرطبات. يعني البسله البيضه لما بتحطها على شويه الكلفه بتوعك دي يعتبر مقدم للحمام، بس مش بكتر. يعني ما تجيش مثلا تبقى عامل اللي هم 10 كيلو كلفه وتحط لي عليهم 3 كيلو بسله تقول لي ما انت قلت ده مقدم. ما انا قلت مقدم نسب وتناسب. طيب بالنسبه لو فرد حمام يا جدعان اللي هو في حصالته، انا خدت بالي ان فرد الحمام ده جوفه سخن. يعني انا مسكت مثلا ايه فرد حمام دلوقتي اهو، اهو ده واحد من ضمن الحمام ده كنت قافل عليه. فرد الحمام ده كان فيه مشكله، اللي هو كبس حصالته وقعد يومين في حصالته. طيب خدت بالي، وكان فرد الحمام ده كان القص يعتبر كان تحتيهم زغلول. فالزغاليل بتتعب من القص الكبير. القص الكبير لو انت ما خدتش بالك ان هو فيه مشكله وعالجته، بيبدا اللي هو الزغلول يحصل له تعب او يحصل له مرض او يتنقل له المرض من القص الكبير.
فلقيت الزغلول الصغير اساسا القص مش مهتم بيه، او النتايه هي اللي بتزق وده واخد جنب. طب ايه المشكله؟ المشكله بدوس على اللي هي الحصله بتاعته كده، لقيته فرد الحام واكل، والاكل يعتبر معفن في الحصله بتاعته. طيب اول يوم بعمل ايه؟ اول يوم بشتغل مع امرزول اللي هو مطهر معوي، ممكن اللي هي الازازه فوق، وبعد كده بجيب له اللي هو جايزستين اللي هو المهضم اهو. تمام؟ برفع الاكل خلاص، هو كده مفيش اكل ليه، هو كده مفيش اكل ليه. طيب بتتعامل معاه ازاي يا عم؟ اهو اول يوم بياخد له حبايه على نصين، عايز بقى تديهم له في وقت واحد عادي مفيش مشكله، عايز تديله مثلا نص حبايه وبعديها بساعه تديله النص التاني مفيش اي مشكله. طيب تاني يوم ياخد النص التالت اهو، وما يكلفش يعني كده هو ما يشوفش الكلفه بتاعته، يقف في قلب الباب. تعالى هنا بص، تعالى هنا بص، المسقه الوحيده اللي ما اتملتش لان هو بياخد مهضم، ما ينفعش ان انا ادي فيتامينات وادي علاج تاني. انا دلوقتي انا ما بعالجش لان في ادويه مع حاجه تانيه بيأكسدوا مع بعض، انا ولا مني اديته فيتامينات ولا مني اديته مهضم، لا انا اديته مثلا ايه المهضم عشان هو فيه مشكله، هو فيه اللي هو عسر الهضم اللي هو ما بيهضمش معايا، اديته مطهر معه، بعد كده اديته المهضم بتاعي هديله ميه نضيفه في حاله اللي هو ما بيجريش على الميه. لكن لو فرد الحمام عنده قبول على الميه زايد، ده اللي انا برفع من قدام الميه. يعني هو فرد الحمام ده بيجري على الميه باستمرار واللي هو بيشرب لغايه ما حصلته تتنفخ كده وميه وجوفه بيبقى سخن، ده اللي انا بديله ميه بايديا او بالسرنجه بتاعتي. لكن لو هو بيشرب واحده واحده على الميه واللي هو ما عندوش مثلا ايه اللهفه على مسه الميه، ده اللي انا مثلا ايه بمسق له عادي مفيش اي مشكله. لكن بيجري على المسا ده اللي انا بمسق بالسرنجه بتاعتي قيمه 10 سم ميه. تمام يا رجاله؟ ده فيديو ملخص كده اهو، معلش لو طولنا عليكم، بس هو احنا ايه نبذات كده في قلب السلاكه واحنا بنديها لكم بمرض الله، فمعلش لو كنا بنطول عليكم، معلش لو كنا ما بنعملش فيديوهات، بس هو بس ظروف الناس وربنا يجيب الصالح ان شاء الله. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.